رقم 1 الدقة، 2 السرعة، 3 لما بنستلم اي مكان جديد في املاك بنعمل طريقه رفع مساحي عن طريق نظام السكاننج، وبننزل بطقم كامل عباره عن مهندس من السايت ومهندس من المكتب الفني ومهندس مساحه. يلا بينا نعرف طريقه الرفع المساحي بتحصل ازاي في املاك. طبعا بعد ما نعين المكان وبنستلم نتاكد من سلامه المنشاه عن طريق مهندس مدني ومهندس مساحه. مهندس احمد وضح لنا كده الرفع المساحي بيتم ازاي. النهارده موقع جديد كومباوند لانوفا، بننزل باجهزه 3 دي سكانرز نحطها في المكان بحيث نرسم اكيوريت بلان للمكان واطلع منه مقاسات 2 دي و 3 دي. بيديني بعد كده الفكره ان انا اقدر اعمل ووك ثرو في المكان وانا في المكتب. مهندسين الديزاين مش محتاجين ينزلوا الموقع، لا الموقع بقى عندهم متاح 24 ساعه في الاسبوع ومعاهم بلان 2 دي اكيوريت يقدر ياخد منه المقاسات بكل سهوله. في نفس الوقت لو انا محتاج اعمل اي ديسكشن مع العميل في تعديلات معماريه او تعديلات في تقسيمات الغرف او تخيلوا ايه اللي هيبقى هنا او ايه اللي هيبقى هنا، مش محتاجين ننزل على ارض الواقع، خصوصا لو العميل بره مصر او مسافر. لا هو عن خلال اللينك 3 دي ووك ثرو يقدر يتمشى فيه ويديني الكومنتس بتاعته، الملاحظات اللي هو عاوز يعملها في الموقع بكل سهوله بحيث نتنقل لمرحله الديزاين باسرع. رقم 1 الدقه، 2 السرعه، 3 ان انا اقدر اخد قرار وانا في نفس الوقت يعني فيلا زي كده 600 متر بتاخد معانا قد ايه مثلا؟ تاخد سكان تقريبا النهارده مش هناخد اكتر من ساعتين ونص 3 بالكتير قوي. تاخد بروجيكشن في المكتب ممكن 3 ايام. يبقى عندي فاينل موديل ووك ثرو بلس 2 دي كده. شكرا يا باشمهندس احمد. جو اهيد.